واخيرا بدأ كاس العالم 2026، وفي اول 4 ماتشات شفنا اكتساح هجومي وفرق اعتمدت على الصمود والدفاع ورسائل قوية من بعض المنتخبات. فايه هي اهم الحاجات اللي حصلت في اول 4 ماتشات من كاس العالم، وايه هي الرسائل اللي وصلت لنا مع انطلاق المونديال، وهو ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهارده. وهنبدأ بالمباراة الافتتاحية واللي كانت بين المكسيك وجنوب افريقيا، وانتهت بفوز المكسيك 2-0. ومن بداية الماتش المكسيك كانت مسيطرة على كل انحاء الملعب لدرجة ان جنوب افريقيا ما كانش ليها تواجد تقريبا. ومن غلطة من الدفاع الجنوب الافريقي قدر يستغل كينونس الفرصة ويسجل اولى اهداف مونديال 2026. وباقي الماتش المكسيك كانت مسيطرة زي ما قلنا وبتضيع فرص كتير جدا، وفي الدقيقة 67 راؤول خيمينيز سجل الهدف الثاني من عرضية جميلة جدا من روبرتو الفارادو. بس اللي لفت الانتباه في الماتش كانت 3 حالات طرد اللي حصلوا. اولهم كان في الدقيقة 49 مع لاعب جنوب افريقيا يايا سيسولي، وبعد كده في الدقيقة 84 مع لاعب الجنوب افريقي برضو زيمبا زواني، واخرهم كان في الدقيقة 92 للاعب المكسيك المرة دي سيزار مونتيس. منتخب المكسيك ومع اول ظهور ليه اثبت انه منتخب قادر يوصل لبعيد وكمان ما ينفعش يستهين بيه ابدا. مع نجوم زي راؤول خيمينيز وكينونس فعلا منتخب المكسيك منتخب محترم جدا وبيقدم كرة كويسة، وزود عليهم كمان الغيابات اللي هيتعرضوا لها الماتشين الجايين، فما اعتقدش خالص ان هم يقدروا يقدموا حاجة تانية في كاس العالم. ونخش على الماتش التاني واللي كان بين كوريا الجنوبية والتشيك، واللي انتهى بانتصار كوريا الجنوبية بعد الريمونتادا 2-1. كوريا الجنوبية كانت مسيطرة على الماتش وهي برضه اللي بتعمل خطورة، بس في الدقيقة 59 وعلى عكس كل التوقعات منتخب التشيك قدر يسجل الهدف الأول من رمي التماس عن طريق اللاعب كريخشي، وده بيعكس براعة منتخب التشيك في الكور الثابتة. فبجانب الجون اللي سجلوه من رمي التماس جابوا كمان جون من المرة دي من ركلة حرة، ولكن الجون اتلغى بداعي التسلل. ولكن على طول منتخب كوريا الجنوبية بيقدر ان هو يلحق نفسه، في الدقيقة 67 بيسجل اللاعب ان بيوم هوانج هدف التعادل بطريقة جميلة جدا، وفي الدقيقة 80 يسجل اللاعب او هيونج يو الهدف الثاني لكوريا الجنوبية عشان تبقى النتيجة 2-1. وكوريا الجنوبية اثبتت ان هي منتخب فعلا محترم وبيقدم كرة جميلة وسريعة ويقدر يوصل لبعيد في كاس العالم. والتشيك لسه عندها فرصة تعدي دور المجموعات، اي نعم هي اقل شوية من المكسيك وكوريا الجنوبية في القوة، بس برضه هي منتخب عنيد وتقدر تعدي دور المجموعات. ونخش على الماتش التاني واللي كان بين كندا والبوسنة واللي انتهى بالتعادل 1-1. وزي سيناريو ماتش كوريا الجنوبية والتشيك منتخب كندا كان هو برضو اللي مسيطر وهو اللي بيهاجم، ولكن في الدقيقة 21 ومن ركنية لوكيتش يسجل الهدف الأول للبوسنة. وباقي الماتش البوسنة قررت ان هي تدافع وتفضل ورا، ومنتخب كندا كان هو اللي بيبادر وبيصنع خطورة، وفي الدقيقة 78 يسجل اللاعب كايل لارين هدف التعادل لمنتخب كندا. وبعد نهاية الماتش نقدر نقول ان منتخب البوسنة هو منتخب عنيد وهيكون رخم جدا على اي منافس يلعبه، واما عن منتخب كندا فهو منتخب محترم جدا وعنده اسامي كويسة، بس عندهم مشكلة ان دفاعهم مش احسن حاجة. ولكن في توقعي ان المنتخبين يقدروا عادي جدا ان هم يتأهلوا للدور الجاي ويعدوا من دور المجموعات. ونخش على الماتش الاخير واللي كان بين امريكا وباراجواي، وانتهى بفوز امريكي ساحق على باراجواي 4-1. ومن بداية الماتش منتخب امريكا كان هو اللي بيقود زمام الامور، وبالفعل في الدقيقة 7 وبغلطة دفاعية اللاعب وبداية يجيب جون في نفسه عشان تبقى النتيجة 1-0 لامريكا. وفي الدقيقة 31 يقدر فلوريان بالوجان المهاجم يسجل الجون الثاني لأمريكا، وفي الدقيقة 50 نفس اللعيب يجيب الجون الثالث برضو لأمريكا عشان يخلص الشوط الأول والنتيجة تبقى 3-0. ومع بداية الشوط الثاني منتخب أمريكا هدى اللعب شوية وبوتشيتينو بدأ يخرج النجوم بتوعه، وفي الدقيقة 73 منتخب باراجواي سجل الهدف الأول ليه عن طريق اللاعب ماوريسيو، وفي الدقيقة 78 جيوفاني رينا يسجل بطريقة جميلة جدا عشان تبقى النتيجة 4-1 للمنتخب الأمريكي. وبعد نهاية الماتش نقدر نقول ان بوتشيتينو عمل نسخة قوية جدا من منتخب امريكا يقدر يعمل بيها مفاجآت قوية جدا في المونديال. اما عن منتخب باراجواي فظهر بشكل هزيل جدا في الماتش، وده مش باراجواي العنيد اللي احنا عارفينه. وبس دي كانت نهاية حلقتنا اللي اتكلمنا فيها عن اول 4 ماتشات في المونديال. استنونا ان شاء الله في حلقات جاية كتير، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا حلقاتنا اول باول، وسلام.